هنحضر العسل اللي هنستعمله في القطايف، في الكنايه، في الوربات، في اللي هو الجلاش، يعني في اي حاجه حلوه انت ممكن تعمليها. هنحضر ادي كيس سكر كيلو. طب الكيلو يعني قد ايه؟ هوريكي دلوقتي. ادي كيلو سكر، يلا بينا. 1 بسم الله الرحمن الرحيم، 2 3 4. يبقى الكيلو كام؟ هناخد منه 4. هناخد من الكيلو 4 فقط. 4 كوبايات حلوين يدلعونا وينغنغونا ويظبطونا وكل حاجة. هناخد عليهم ال4 كوبايات سكر 2 كوبايات مية من نفس العيار. ادي المية 1. هنقلب السكر كويس قبل ما نحطه على النار. قلبي السكر كويس، ما تحطوش على النار دايركت. بناتي الحلوين اللي عايزين حاجتهم تطلع مظبوطه لازم يظبطوا نفسهم، والموضوع بسيط جدا، لكن محتاج منك انك تبصي على ماما كويس وتتعلمي الحاجات البسيطه وازاي اعملها ببساطه. والعسل ده هنحطه لما يبرد في برطمان تستعمليه على طول. هنحط العسل اللي احنا قلبناه على النار وبنقلبه كويس جدا جدا جدا. هنعمل النهارده حاجات جميله جدا وانتوا بتحبوا وقفتنا في المطبخ. اول حاجه بنعملها واحنا بنحط الحاجه في نيتنا، بنسمي ونكبر على كل حاجه احنا بنسويها. دي قرينا عليها لإلاف قريش في سرك، ودي قريتي عليها لإلاف قريش في سرك. وبعد كده هنبتدي نشتغل في حاجات تانية. اول ما السكر يدوب هنعصر عليها ليمونه صغيره او نص ليمونه من الكبير. ومش هحط دلوقتي فانيليا او اي حاجه، لو انت عايزه حطيها في الاخر. ادي الليمون. خلاص كده تمام كده. ومعايا نص الليمونه او قشره الليمونه. ماما انا ضوافري ضعيفه، اعملي كده بقشره الليمونه يا ماما. خلصتي اكل اعملي كده. دي حطيها في ميه غسيل الارض اللي هتمسحي بيها الارضيات. دي حطيها في الميه اللي هتغسلي بيها الاطباق. عادي جدا، مش محتاجه منك فن. تخلي مطبخك وانتي بتشتغلي ريحته حلوه وحاجتك كلها حلوه، يعني حلوه. ونشوف العسل بتاعنا. هنسيب العسل يبرد، بس هنحط عليه شويه من الفانيليا. نحط عليها ميه ورد حطي، تحطي عليها عود قرفه حطي، تحطي عليها قرنفل حطي، براحتك خالص. ادي شويه من الفانيليا علشان تخلي ريحه العسل يجنن. ريحته حلوه جدا جدا جدا. ناخد برطمان عندنا، اي برطمان عندك، وهتبتدي تعبي لما يبرد. دول 4 كوبايات من السكر. كده العسل بتاعي عندي.